مساء الخير. مفيش حد هيقولك على كواليس حياته، ولا هيقولك على كم الأحلام اللي ضاعت منه، ولا كم المطبات اللي وقعته، لكن هيقولك لما ينجح ونجمه يلمع. صدقني الصور والنماذج اللي قدامك دي ما هي إلا برافان وراه كواليس هتحمد ربنا إنها مش حياتك. هتكلم مثلا على اللي يخصني، البرامج اللي انت بتسمعها بصوتي، او اللقاءات اللي قدامك اللي بتتعرض قدامك دي دلوقتي، او اي فويس اوفر موجود هنا على القناة. كل ده ليهم كواليس. مش هاجي اقولك مثلا ان في اكتر من لقاء اتصوروا في يوم واحد وما نزلش منهم ولا لقاء، ولا هاجي اقولك السكريبت اللي احنا بنسجله لو بس في حرف او كلمة او جملة مش واضحة بنعيد ده كله تاني في الفويس اوفر. ولا هقولك لما نزلنا معرض الكتاب صورنا مع القراء والكتاب، كان في قراء مثقفين جدا وهم بيسمعوني دلوقتي، بوجه لهم التحية. للأسف ما اتذاعتش بسبب العطل الفني، معرفناش ده غير بعد ما خلصنا تصوير. ولا هقولك إننا نزلنا حلقة اجتماعية مع الجمهور على أرض الواقع، وبرضه الحلقة دي ما اتذاعتش بسبب العطل الفني. كل اللي أنا عايزة أقولهولك، اللي بيشاركك كواليس حياته ده بيدي حافز للي قدامه إنه ما يستسلمش. كنت معاكم غادة حسين، ودي نبذة مختصرة عن كواليس حياتك. من إدارة أعمال لكارير شيف في مجال الإعلام، كلنا بنسمع جملة من الإتيكيت اعمل كذا، من الإتيكيت ما تعملش كذا. عارفين كمان إن في إتيكيت في التعامل، إتيكيت في الكلام، إتيكيت في الأكل، حتى الوقفة كمان ليها إتيكيت. بس الغريب بقى إن الإعلام كمان ليه إتيكيت بيتسمى الإتيكيت الإعلامي. علشان كده معانا النهارده شخصية من الشخصيات المؤثرة، مدرب الإتيكيت الإعلامي الإعلامية سحر حمدي. كتير مننا بيبقى عنده فكرة مشروع ومش عارف ينفذه، أو بيكون عنده على أرض الواقع بس مش عارف إزاي يسوق لنفسه صح. عشان كده معانا النهارده ماركتير شاطر وصانع محتوى ومعروف عنه أسلوبه متميز بالبساطة، كوتش أبو الحسن علي. كل واحد في حياتك شايفك بنسخة مختلفة، في اللي شايفك كويس وفي اللي شايفك عكس ده، في اللي بيستلطفك وفي اللي مستتقل دمك، في اللي بيحبك من غير ما بتعمل مجهود، وفي اللي عمره ما حبك رغم كل المجهود اللي انت بذلته علشانه. علشان كده خليك عارف انك مش مسؤول عن انعكاسك في عيون الناس، انت مسؤول عن حقيقتك ونواياك، واهم حاجة انك تبقى راضي عن نفسك. اللحظة اللي بيفقد فيها الإنسان حماسه أو رغبته في بذل أي ذرة طاقة زيادة ناحية شخص، هي دي بتبقى القفلة. هو ده المؤشر الحقيقي انتهاء صلاحية إنسان في قلبك. واعرف إن القلوب ليها طاقة، فرعوا قلوب اللي بتحبوهم زيادة شوية عن العادي عشان ما تفقوش بعد فوات الأوان. في وقت معين كده في حياتك هتحصل لك حالة اكتفاء غريبة، هتقفل على نفسك ومش هتسمح لأي حد جديد يدخل حياتك، هتكتفي بالكام شخص اللي كملوا معاك وهتستغنى بيهم عن الدنيا كلها، وهتلاقي نفسك بطلت تستنى أي حاجة من حد، وهتهدم سقف توقعاتك في البشر. مش هقولك إنها تبقى أحلى مرحلة في حياتك، لكن هتكون أهدى مرحلة في حياتك. وما توصلش حد بتحبه إن يعمل لك بلوك من قلبه. بلوكات الفيسبوك والواتساب بتتعمل وتتفك 1000 مرة، بس القلب لو قفل بتبقى النهاية. حتى لو فقت بعد اللحظة دي وحاولت تعوضه، بيبقى خلاص مشاعره خلصت وصبره انتهى وشغفه اتطفى. العزوة بتحسسك بالسند وبتخلي الثقة بالنفس زيادة، لكن ما ينفعش حد تكون متعرف عليه جديد يكون في يوم وليلة صديق مقرب ويعرف عنك كل حاجة. وكمان ما ينفعش يكون صديق مقرب ليك لمدة سنة أو سنتين أو أكتر يكون غريب أو زميل مرة واحدة. لازم كل خطوة بالتدريج علشان كل خطوة تاخد حقها.
هتزعل على حد طول ما انت عارف انك مش غلطان في حقه ولا قصرت معاه. الله الغني عن حب ناس عايزين يبانوا صح ومظلومين علشان يريحوا بالهم وضميرهم. واوعى تصدق لما تسمع القصة من جانب واحد، لان دايما هتلاقي في جانب ملتزم الصمت وجانب بيعرف يتكلم ويجود وبيعرف ازاي يستعطف الناس. جربت تطبطب على قلبك وتعتذر لنفسك؟ جربت تسامح نفسك وتقول كفاية بقى جلد فيها؟ جربت ترحم نفسك علشان انت لما بتيجي عليها علشان غيرك ما بيتمرش؟ عمرك فكرت مين اللي هيطبطب عليك؟ مين اللي هيلبي احتياجاتك؟ جربت تعتبر نفسك صديق وجاي يقولك ساعدني؟ شوف كده هتعمل ايه علشانه واعمله لنفسك أولى. التدبير الإلهي بيبقى معاه الجبر والعوض، ما تحسبهاش زيادة عن اللزوم علشان الوقت المناسب للتدبير الإلهي هيدهشك. ربنا ليه حكمة ورحمة في كل قضاء حتى لو احنا ما فهمناش ده. اللي انت عايزه بقى هيحصل امتى وازاي وفين ده مش شغلك. كل اللي عليك انك تسعى وتصدق نفسك وتجتهد. هتعرف انك كبرت لما فجأة متقدرش تستحمل اي مشهد بيحصل قدامك فيه ريحة التمثيل. مش هتقدر تكون وسط ناس بتنافق بعض ولا تطيق تروح اماكن بس علشان تثبت وجودك فيها. لا بالعكس، ده انت بتختار تغيب عن كل زحمة كدابة، عن اي حوار مش صادق، عن كل الخروجات اللي ما بيكونش فيها حوار حقيقي. الانسان لما بيدوق جمال صدق الناس مش بيحب يضيع لحظات في تمثيل ومجاملة واثبات حضور ناس هتفتكرك معتزل وغايب. مش هيعرفوا ابدا انك مختار تكون حقيقي ورايق. من حقك تفتخر بنفسك، تفرح بأصغر انتصاراتك، لأنك وصلت للمرحلة دي بجهدك انت وبس. محدش عارف انت مريت بإيه في حياتك، اتحملت وقاومت صعوبات محدش شافها غيرك. مش هيفهموا ازاي انت اتغلبت على ظروفك، مش هيقدروا تضحياتك ومعاناتك. ببساطة لأنك انت لوحدك عارف قدراتك وإمكانياتك. زي ما عديت اللي فات هتعدي وتنجح في اللي جاي. محدش هيقولك انا اسف على انه تلف اعصابك، فعلشان كده ما تفضلش تشرح لحد انه متعب في التعامل، لان الناس المتعبة دي ما بيعترفوش بغلطهم ابدا. باختصار وفر طاقتك وحافظ على مشاعرك بعيدة عن اللي يتعبك. قبل ما تتدخل في حياة حد افتكر كويس انها افكاره وتصرفاته واسلوبه وقراراته ومذهبه وقناعاته ومشاعره. من الاخر كده مش شغلك. بطل تطلب من اللي حواليك يقوموا بأدوارهم الطبيعية. مش طبيعي انك تطلب من صاحبك يبقى صاحبك، ومش طبيعي تطلب من اللي بتحبه يكون جنبك في أيامك الصعبة، ولا طبيعي تطلب من المقربين منك يفهموك ويحبوك زي ما انت بتحبهم. بطل تطلب تتفهم، تتحب، تتقدر، تبقى متشاف. لما تمشي من مكان شغل وتمر السنين محدش هيقول ياه ده كان عليه حتة تارجت، ولا هيقولوا الله يمسيه بالخير ده كان محافظ على كرسيه. الناس بتفتكر الخير الجدع الشهم المرن المنصف الأمين اللي لسانه حلو وواضح، الشكور اللي بيساعد وبيدعم زمايله
وبتدعيله. لو انت فاكر مكسبك انك تلاقي لك مكان في منصب في شركة وتحافظ عليه تبقى غلطان. المكسب الحقيقي انك تلاقي مكان وسط قلوب وذكريات الناس. ببساطة بناكل عيش مش بناكل في بعض علشان نعيش. مهما كان قلبك أبيض وبتحب الخير فانت شخص شرير عند بعض الناس. مهما كانت تصرفاتك تلقائية وبسيطة فهي تصرفات مقصودة ومدروسة عند بعض الناس. مهما كانت نيتك سليمة فانت نيتك سودة عند بعض الناس. مهما كانت جدعنتك فهي حب للظهور عند بعض الناس. انت محتاج تتقبل ان مش كل الناس هتحب تعرفك على حقيقتك. مهما حاولت تبينها فهدي نفسك وارتاح وخليك على طبيعتك. من ألطف الأمور اللي ممكن تحصل لك إنك تلاقي حد بيدعمك نفسيا، سواء بقى بكلامه أو بأفعاله، وتلاقي اللي يساندك دايما، وتلاقي اللي يهون عليك صعوبة الأيام حتى لو بأبسط الأشياء. إنك تلاقي حد يفهمك من غير ما تتكلم فهو ده الدعم النفسي. خليك عارف إن الدعم النفسي في الأوقات الصعبة ما بيتنسيش أبدا.